دائما مع منافسات الكونفدرالية الافريقية ومباراة الوداد امام مانيما، بالتالي مباراه مهمه جدا لفريق الوداد الرياضي سي محمد، وهو ينتقل لمواجهه مانيما. وظروف الوداد في هذه المسابقه راه واضح في هذه المجموعه، لانه العلامه الكامله 9 نقاط لم يسجل عليه ولا هدف. ربما كانت الحديث عن المباراه الاخيره، لانه الوداد ما نقولش تعذب بالعذابه نفسها، لانه ضيع الكثير من الفرص، ربما التعامل في الشوط الاول. هنا كتبقى انه الفريق من خلال الانتصار الاخير ديالو على مانيما اصبح عنده 3 نقاط. الان غادي يمشي يلاعبهم، فمن المفروض انه يحافظ على يعني غيزود هذوك النقاط الى 6، وغادي يكون شيء رائع لكي ينهي الامور، او على الاقل يكون هناك تعادل. ربما نعرفوا الظروف هناك كيف هي الحراره، كيف هي الرطوبه، لكن ننتظر انه الوداد يتعامل مع هذا مانيما بين على بعض المؤهلات، لكن ما كانش بهذيك القوه، لانه شفنا الوداد صنع فرص كثيره بالجمله، وهذا خصوصا الشوط الثاني كانوا فرص كثيره. على العموم يعني لا خوف على الوداد في هذه المجموعه، ويعني اتصور انه مباراه الغد الوداد عنده ما يكفي من اللاعبين، ما يكفي من الاستراتيجيات انه ياخذ نقاط المباراه وعلى الاقل التعادل. نبقى مانيما أول أحوج للانتصار للحق فريق الوداد الرياضي على مستوى صدارة هذا المجموعة، لكن سيصطدم بقوة فريق الوداد الرياضي كيف ما جعل لسان محمد سهيل، فريق لتيسير المجموعة بطريقة مريحة. وهو فريق الوداد الرياضي يعني ربما ما نتكلموش عليه بانه غيدوز للدوزيام يعني في الدور الثاني، فهو من مرشح بالفوز باللقب. علاش؟ بالامكانيات اللي عنده، بالتاريخ ديالو، بالجماهير ديالو، يعني باللاعبين، وبالخصوص يعني الانتدابات الوازنه اللي كاينه في فريق الوداد الرياضي، فتجعلهم بانهم من المرشحين الاولين للفوز باللقب. اكيد المباراه الاخيره مع مانيما كما قال سهيل ربما تعذب، ولا تنعرفوا بانه فريق الوداد الرياضي ما يلعبش شهرين يعني حتى التنافسيه، وبالخصوص المباريات الرسميه. عكس يعني مانيما اللي لعب 9 ديال المباريات الرسميه، ولكن رغم ذلك ففريق الوداد الرياضي كان ربما كان نقص الفعاليه. اكيد بانه عنده كل الامكانيات، بالخصوص يعني اللاعبين المتمرسين، لاعب عنده امكانيات كبيره. اكيد بانه فريق الوداد الرياضي هذه المباراه هذه يعني ربما التعادل حتى هو يخدم الفريق، واهم شيء في السفريات، وبالخصوص يعني ملي تتحسم يعني التاهل، اكيد بان ترجع بدون يعني خسائر، بالخصوص الاصابات. يكونوا خلال هذه المواجهه ما تنقبل، لانه كنشاهدوا اللقطات ديال مباراه الذهاب، اكيد ما رافقوش الفريق، لكن كاين قطع غيار مهمه جدا لفريق الوداد الرياضي. فريق الوداد عنده يعني لاعبين متميزين، حتى عنده جوج فرق بكل صراحه، من بين الفرق اللي كبيره يعني من ناحيه جوده اللاعبين، وايضا التاريخ ديال الفريق. ربما فريق الوداد الرياضي المكانه ديالو دائما يلعب مع الكبار، يلعب في الشامبيونز ليغ، ولكن الظروف جعلته بانه فريق كان يعاني. ولكن على العموم هو في واحد المرحله ديال ارجاع الفريق للمستوى الكبير ديالو، يرجع للتاريخ ديالو، يرجع للمكانه الصحيحه ديالو. فتنظر بانه عنده امكانيات يعني باش يرجع بمباراه جيده من مانيما. واقل الاضرار هي نقطه واحده محمد سويل. بالفعل، ولكن اهم شيء انا اتابع، لانه لا اتصور ان هناك مشكل في التاهل، على الخصوص يعني البحث على نقول تنميه القدرات التنافسيه ديال مجموعه من اللاعبين، خصوصا لما كنتكلموا ايضا حتى على اللاعبين الجدد، انه ايضا بالاضافه هذه القدرات يكون ايضا انسجام، يعني تبحث على عده اصعده حول انه ميكانيزمات، ولذلك لان هناك ايضا بعد ذلك ربما المنافسه غتصبح نوعا ما اصعب في هذه المسابقه بعد المرور الى دور الربع، وايضا العوده للدوري. فلذلك بالقدر اللي الوداد غادي يلعب فيه مباريات الا والقدرات التنافسيه تنمى، وايضا حتى على مستوى انسجام بين اللاعبين الجدد على الخصوص. نعم، ترتيب المجموعه التي تضم فريق الوداد الرياضي مانيما الوداد الرياضي في الرياضه ب9 ديال النقاط، متبوع بمانيما يونايتد ب6 ديال النقاط، عزام يونايتد ب3 ونيروبي ب0 نقطه، وبالتالي الوداد يتصدر هذه المجموعه ويحقق
يحقق نتائج إيجابية تسير به نحو تحقيق التأهل للعبد الواحد.